هذا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كان يقول: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه، اسمعوا عباد الله، لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر إلي في أذني الأخرى لقبلت عذره. لا إله إلا الله. أي نفوس كريمة، وأي أخلاق عالية، وأي عفو ومسامحة. هكذا كان السلف. أما بعض الناس اليوم فقد بلغ من القسوة ما لا يمكن معها أن يعفو عن أحد ولا يتجاوز عن أحد. لا يرى في حياته إلا الانتقام، لا يرى في حياته إلا التشفي. يغضبه الجرم الخفي ولا يرضيه